الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مرحبا صبايا، كيف كل اليوم؟ اشتقت لكم رجعت لكم بفيديو جديد، وبتمنى الفيديو اللي عم بنزله اليوم ينال اعجابكم. واذا عجبكم هذا الفيديو وهيك فيديوهات ما تنسوني من اللايك والاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شي جديد. بحبكم كتير صبايا. وهلا هيك مثل ما شايفين بداية الفيديو حتكون معنا او وصفتنا لليوم رح اعملها معكم. رح اعمل معكم السمك. هذا السمك اللهم صل على سيدنا محمد بيجي جاهز، ما بده تنظيف ابدا ابدا، ما في قلبه حسك خالص خالص، بتاكلوا بطعموا عائلتكم وانتم مرتاحين وما بتعذبوا فيه ابدا ابدا. انا هذا النوع بحب جيبه لاني ما في حسك لطعم اولادي الصغار ليحسنوا ياكلوا. ولك مثل شايفين معكم بعد ما نظفته غسلته دورين ثلاثه بالمي، نظفته منيح. بلشت حطيت عليه الحامض. حطوا عليه حامض برتقان، عندكم ما عندكم حامض، في عندكم برتقان فيكم تعصروا عليه كباية تحطوه كمان بصير. احنا المهم انه نروح الزنخة. ولا شايفين معكم قطعت حامضتين 2 او ليمونتين 2، بلشت ضيف عليهم الملح. حطيت معلقة كبيرة من الكزبرة، وحطيت معلقة كبيرة من البهار رشيت عليهم، وحطيت عليهم معلقة كمان من الجنزبيل لقضي على الزنخة نهائيا. حطيت عليهم معلقة كبيرة من الثوم، بحب حون صبايا التومات، السمك بيبقى له الثوم. حطيت عليهم شوي من الزيت لاني انا ما راح اقلي، لهيك ضفت عليه الزيت. انا اليوم حيكون معي السمك مشوي من ايدين ابو محمد، حيا طعميه يكون احلى سمك، يا سلام غير شكل حيكون من دياته. انا زبطت له اياه وجهزته. شايفين معكم الله وكيلكم صريخ الاولاد لوين واصل. انا عم سجل الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد. جهزت السمك جهزته على جنب لاخذ التتبيل وياخذ هيك يتشرب معي التتبيل بين الثوم والبهارات اللي انا حطيتها. ما بده كتير بهارات ابدا ابدا، انا بدي استطعم بطعمة السمك، بس حبيت اقضي على ريحة الزنخة مش اكتر. وأنا على جنب بلشت قشرت البطاطا كمان وغسلتها وحطيتها على جنب، وغسلت الخضرة يلي بحتاجها أنا اللي بحبها تكون اليوم بسلطتي كمان بلشت أفرمها معكم. وبتحبوا كمان بيلبق له الترتر، هو عبارة عن لبن وطحيني كمان وثوم وحامض. بس أنا صراحة ما عملت لليوم، عملت بس حامض، حطيت رشة من الملح ومعلقة من الزيت، وحطيت عليهم شوي زينتهم بالحب هو البقدونس. هيك حبيت اكل حد منه السلطه والبطاطا. وانتو شو بتحبوا حد منه تاكلوا كمان طيب. انا ايام بحب اسلق او اشوي بالاحرى بطاطا مشويه كمان كتير طيب. واليوم حبيت هيك كمان حد منه شمندر، لان السمك كمان بيبقى له شمندر حد منه تاكله. ما قلت لكم شمندر بطاطا مشويه كتير طيبين حد السمك. والحمص من المقبلات، بتحبوا المتبل بتحبوا الحمص، انتو كمان شو بتحبوا تختاروا بوصفتكم وتشاركوا انه عطاولتكم تزينوه شو انتو بتحبوا تختاروا. انا هيك عملت سلطه صارت معي جاهزه، وقشرت الشمندر كمان صار معي جاهز. وابو محمد الله وكيلكم اخذ السمكات ونزل لتحت. قعدت شغلت له انا الفحم وقعد يشوي لنا اياهم، يسلم ديات لابو محمد، له يعطيك الف عافيه، عن جد كان السمك المشوي طعم خرافي جدا جدا صبايا. حتى زنخه ما كان فيه ابدا ابدا ابدا. وعم بشوي تحت انا بلشت انقل، حط الطاوله بالصالون وبلشت انقل كل شيء عم بخلصه بالمطبخ انقله على طاولتي بالصالون. هون ابو محمد كان مصطاد، هدول مصطاد ابو محمد، هدول شايفينه اللي بهذا بيقول لهم السلور او الانجليزي يمكن بيقولوا له، لا الانجليز انجليز. هيك صراحه ما بعرف اسمه. ابو محمد كان هدول مصطادهم الكبار، هو بحبون كتير كتير، فكمان قال لي هاتي منزلين من الفريزر، حطها كمان شواها مع السمك اللي جابه. وبلش هيك حط الطاولة فرجيكم هالسمكات اللي غير شكل عن جد. وهيك الخبزة دهنتها بمحمرة او دبس الفليفلي، كمان عطالها السمك طعمه كتير طيبة. فكان قسم حطيته هيك زينته بالخس الفرنجي، وقسم حطيته بالخبز الحر. وهيك كان وصفتي للسمك او طاولتي الصغيرة، بتمنى تعجبكم من الاكلات اللي أنا كتير بحبها ولعائلتي كتير بحب نطعمين اياها كل فترة، مع اني كتير قليل كتير لاعمل صراحة حتى اكون معكم صريحة كمان. هيك كان وصفتي لليوم، بتمنى تنال اعجابكم. واما نهايتها فختمناها بالتحلية بالحلاوة بجبن، قمت هيك سكبت شوية صحون من الحلاوة بجبن، وكانت تحليتنا هاي لليوم.
وختامها كان مسكا مع فنجان القهوة. بس صراحة أنا تعبت يوميتها وما صورت فنجان القهوة. بتمنى الفيديو لليوم يعجبكم حبايب القلب، وإذا عجبكم ما تنسوني من اللايك واشتراك بقناتي وتفعيل الجرس. بودعكم صبايا.